خلونا كده نكون متفقين إن الإنجليش كيك في حتة كده لوحدها. أنا من عشاق الكيك اللي بيطلع باللون دوت وبالشكل دوت. لو عاوزة تزوري حد غالي على قلبك وحابة كده تهديه بحاجة حلوة من عمايل إيديكي، لازم على طول تفكري في الإنجليش كيك لأن شكلها شيك جدا عند التقديم. النهاردة هنعمل مع بعض الإنجليش كيك بالموز وبالمكسرات أو البنانا بريد. المهم إن احنا هنستخدم مكونات غنية جدا مخلية طعم وقوام الكيك حلو جدا جدا. الموز عطيها طعم حلو قوي وريحة طبعا حلوة جدا ولون حلو كده زي ما انت شايفة. المكسرات كمان ميكس حلو قوي ما بين الكيك وما بين المكسرات. كل قطمة بتاكليها من الكيك حاسة كده بقرشة المكسرات، فحقيقي الطعم بيبقى حلو قوي. مش بس كده، هنحضر كمان صوص الشوكولاتة اللي لايق جدا معاها بطعم وقوام ولون بيلمع كده زي ما انت شايفة، وتقدري تستخدميه لكل أنواع الحلويات بتاعتك. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. كل المقادير اللي هقولك عليها بالأكواب والمعالق المعيارية. طبق كبير هضيف عليه كوباية كبيرة من الزبدة، وشرط أساسي تكون طرية وتكون لينة، يعني تكون بدرجة حرارة المطبخ. يعني خرجيها كده من التلاجة من قبل ما تعملي الكيك بساعة أو بساعتين. بمضرب الكهرباء بقى هضرب الزبدة كويس جدا لحد ما تبقى طرية وكريمية معايا، علشان تسهل عليا ان انا اخلطها مع باقي المكونات، وفي نفس الوقت كمان تخلي الكيك معايا من جوه فلافي وخفيفة قوي. هضيف بعد كده كوباية كبيرة من السكر البني، وتقدري تستبدلي السكر البني بكوباية وربع أو كوباية ونص من السكر الأبيض. أنا بس كنت عاوزة أدي لون حلو كده للكيك زي ما انت شفتيه كده في بداية الفيديو، وفي نفس الوقت كمان ما كنتش عاوزاها تكون مسكرة قوي، لأن أنا عارفة إن أنا في الآخر هضيف عليها صوصات. هضرب بقى كده الزبدة والسكر كويس قوي مع بعض، وبعد كده هضيف 3 حبات من البيض برضو تكون بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وهخلط بقى كده كل المكونات مع بعض كده لمدة دقيقتين أو 3 دقايق. آخر مكون معايا بقى بالنسبة للمكونات السائلة كوباية كبيرة من الزبادي، وبرضو تكون بدرجة حرارة المطبخ. طبعا الزبادي هتدي طعم وقوام للكيك حلو قوي. هقلب برضو كل المكونات كلها مع بعض. ومعايا بقى بعد كده 4 حبات من الموز الحجم المتوسط. يفضل طبعا ان انت تحضري الموز دلوقتي بعد ما تكوني خلصتي خلاص المكونات السائلة، لان الموز بيغمق او بيأكسد كده بسرعة. قطعت كده الموز بالسكينة عشان يبقى سهل عليا ان انا اهرسه، وسواء بقى بالشوكة او بهرسة البطاطس. اهرسي الموز كويس قوي، وبعد كده ضيفيه على باقي المكونات السائلة، وقلبي بقى كده كل المكونات مع بعض تقليبة واحدة. ودلوقتي بقى هنحضر مع بعض المكونات الجافة. معايا كوبايتين كبار من الدقيق المنخول. انا كمان كنت قاصده ان انا استخدم دقيق مخصوص للكيك علشان ما يعمليش عرق للكيك. هتلاقي كده مكتوب عليه ان هو مخصوص للكيك، تلاقي كده جنبه 72 او 73%. طبعا بيبقى مضاف عليه نسبة من البيكنج باودر ومضاف عليه نسبة من الملح. انا هضيف دلوقتي نص معلقة من البيكنج باودر، وهضيف كمان نص معلقة من البيكنج صودا. هضيف كمان ربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون، ومعلقة صغيرة من القرفة المطحونة. هضيف كمان كوباية كبيرة من الجوز أو عين الجمل المفروم خشن. أنا مش هقولك دي خطوة اختياري وتقدري تستغني عنها، بس بصراحة هي فرقت جدا في الطعم وفرقت كمان في قوام الكيك. تقدري تستبدلي الجوز دوت، تقدري تستبدليه بالسوداني، برضو طعمه هيكون حلو جدا جدا. طبعا انتوا حفظتوني خلاص في الخطوة ديت. لازم تقلبي المكونات الجافة كويس جدا جدا مع بعض، علشان فيها بيكنج باودر وبيكنج صودا. مهم ان هم يتوزعوا علشان الكيك تطلع معاكي كلها ارتفاع واحد. خلاص انتوا حفظتوا الجملة دي مني. هضيف بقى كده الدقيق شوية بشوية على المكونات السائلة. يعني انا كده ضفته على مرتين، وبين كل مرة والتانية بقلب لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص. كده خلاص اخر جزء معايا من الدقيق. المشهد دوت أنا بوريكي إن خليط الكيك طلع معايا تقيل. أنا هضيف دلوقتي ربع كوباية بس من الحليب الدافي. انتي ممكن ما تحطيش حليب دافي ولا أي حاجة، لأن طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انتي ممكن الدقيق اللي عندك تبقى مناسبة معاه جدا كمية السوائل اللي احنا حطيناها في البداية. ولكن أنا الخليط طلع معايا تقيل، وطبعا مش هو دوت المطلوب. المفروض إن الخليط يكون وسط، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، يكون بنفس الشكل ده كده. القالب بقى اللي انا هستخدمه دهنته كده بدهنه بسيطه من الزبده،
ممكن طبعًا تستبدلي الزبدة بزيت، وهابدّره كمان بالدقيق، الخطوة دي مهمة علشان لمّا آجي أقلب الEnglish cake تطلع معايا مضبوطة وما تلزقش في القالب، وممكن تستغني عن الخطوة دي خالص وتحطي ورق زبدة. هاخد بقى كل كمية خليط الكيك كده وأضيفه في القالب بتاعي، وسويت كمان وش الكيك زي ما أنتِ شايفة كده، أنا سايبة الربع في القالب علشان أدّي فرصة للكيك تاخد كده راحتها في السوا في الفرن. تدخل الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الأوسط، قعدت معايا بالضبط من 45 ل50 دقيقة بالكتير. على بال بقى ما الكيك تطلع من الفرن هنحضّر مع بعض صوص الشوكولاتة. طبق كبير هاحط فيه نُص كوباية من كل المكونات اللي أنا هاقول لِك عليها، نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من الحليب البودر، ونُص كوباية من الكاكاو الخام الغير مُحلى، ومهم جدًا إن أنتِ تنخليه لإن بيبقى فيه تكتلات وهيضايقنا جدًا أثناء التقليب. هاضيف كمان معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، نُص كوباية من المَيّة، مَيّة عادية جدًا من الحنفية، وهاضيف كمان نُص كوباية من الزيت. وبمضرب الكهربا كده هاقلِّب الأول علشان خاطر الكاكاو ما يبهدلش الدنيا حواليّا، وارجع أخلط كويس جدًا لحد ما أتأكد إن السكر خلاص داب تمامًا. طبعًا كل ما هتستخدمي نوع كويس للكاكاو ويكون لونه فاتح، كل ما صوص الشوكولاتة يطلع معاكِ طعمه حلو ولونه كمان فاتح. الزيت كمان مهم جدًا إن هو يكون نوع كويس. آخر حاجة هاضيفها هي علبة من القشطة الجاهزة أو القشطة المُعلبة، طبعًا ضبطت جدًا في القوام وفي الطعم وفي اللون كمان. هاقلِّبهم كويس جدًا مع بعض. في البداية كده هتحسي إن القوام سايب شوية معاكِ أو خفيف، هنحطه في التلاجة بقى دلوقتي لمدة ساعتين كاملين. القمر بتاعي طلع من الفرن الشكل رهيب، بجد لونها حلو جدًا، جدًا، وشكلها كمان حلو أوي. أول ما طلعت من الفرن سِبتها شوية لحد ما تبقى دافية، وبعد كده شِلتها من القالب وحطيتها على راك علشان ما تبقاش مندية أو ما تبقاش مبلولة من تحت لو سِبتيها في القالب بتاعها. وكمان صوص الشوكولاتة بقى القوام بتاعه مضبوط معايا جدًا أهو زي ما أنتِ شايفة، اللون كمان حلو جدًا، جدًا. طبعًا نقدر نستخدم صوص الشوكولاتة في كل أنواع الحلويات اللي إحنا عاوزينها. يالّا بينا بقى كده نقدّم الكيك بتاعنا، بُصّي الشياكة في التقديم حلو جدًا، جدًا. طبعًا قدّمت معاها صوص الشوكولاتة اللي إحنا حضّرناه، وقدّمت كمان معاها صوص كراميل أنا كنت محضّراه ومجهّزاه في التلاجة، ونقدر كمان نرُش عليها رشّة كده من السكر البودر، برضه طعمها وشكلها بيبقى حلو أوي. الكيك طبعًا مش قادرة أقول لِك جميل قد إيه، ما ينفعش أبدًا طبعًا إن أنتِ تقطّعيها وهي دافية، لازم تكون باردة تمامًا علشان تبقى متماسكة كده وحلوة أوي. اللون بتاعها جميل جدًا من جوّه ومن برّه، المكسرات باينة فيها من جوّه حاجة بجد رهيبة، حلوة جدًا، جدًا. بُصّي اللون بتاعها جميل إزاي. قدّمت معاها كده كام شريحة من الموز، وضِفت عليها طبعًا صوص الشوكولاتة، وديّة كمان بصوص الكراميل، حاجة بجد جميلة أوي. كل قطمة كده بتحسي بطعم الموز فيها وبتحسي كمان بقرشة المكسرات، طعمها في النهاية حقيقي طلع جميل. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة، مستنية رأيك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبألف هنا وشفا، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.